انقلبت أمة الثقلين. برشلونة حقق الفوز على فريق جايك من 10 تعثرات هذا الموسم في جميع المسابقات. تعثر أمام أساسونا، تعثر أمام آلافيس، تعثر أمام أرسنال، تعثر أمام فالنسيا، تعثر أمام جيرونا، تعثر أمام فيريال، تعثر أمام بروسيا دورتموند، تعثر أمام إلتشي، تعثر أمام ختافي، تعثر أمام ريال سوسيداد، وتعثر أمام نيوكاسل. اي نعم، العودة الى ملعب الكامب نو دافع معنوي لنادي برشلونة، ودافع معنوي للاعبي نادي برشلونة، ودافع معنوي لجماهير نادي برشلونة بنفس الوقت. ولكن برشلونة في ملعب الكامب نو من يحقق الفوز على ريال مدريد، تشيلسي، البي اس جي، البايرن، اقدر اقول رجع برشلونة الممتع، رجع برشلونة المرعب، برشلونة المرشح الاول للفوز بلقب الدوري الاسباني، برشلونة المرشح الاول للفوز بلقب دوري ابطال اوروبا. مو يحقق للفوز على فريق متواضع هذا الموسم مثل اتلتيكو بلباو.